رسالتنا اليوم للشعب السوري الحر الثائر اللي صار على بشار الأسد. اليوم اختطفوا النسوان. رسالتنا للجولاني: يا جولاني، اليوم خطفت نسوان، انت خطفت نسوان طالبوا بدولة إسلامية وطالبوا برجيلن اللي بالسجن، وهدوك اللي طالبوا بدولة علمانية، دولة لا بدها تصلي ولا بدها تسكر ولا بدها تسكر وبدها هيك عكيفة، ما شلتين ما قربت عليهن. يا أخي نحن ما ضد الأقليات، اصلا ما حدا بيحمي الاقليات في سوريا وفي الكرة الارضية كلها غير الاسلام والمسلمين، وكل الدنيا بتعرف هالحكي هذا. ما حدا بيعطي الحق للاقليات غير الاسلام، هو الاسلام الوحيد هو اللي بيعطي الحق للاقليات. منطالبكم اليوم اعراضنا خط احمر، تخرجوا النسوان هن ورجيلهم من السجن، طالعوا وين؟ ما منا ثورة جديدة، وترى انت عم تعمل مثل بشار اسد، بدك تعمل ثورة جديدة على فكرة. ها يعني نحن كيفنا وانبسطنا على تحرير هالبلد، هلا انت بدك تعملنا ثورة جديدة؟ يا اخي طالع رجالين في السجن طالعين، ايش بدك في عم يطالبوا بالرجال بالمعتقلين طالعين يا اخي، ومو حرية يا اخي كلمين على كيفه. هذا بده دولة علمانية، هذا اللي بده دولة يا اخي اصلا الحكم بسوريا ما بصير غير دولة اسلامية، 85% مسلمين، هي اول شغلة، وسوريا دولة عربية مسلمة. يعني شو بدك الحكم؟ بدك هو يعني يعني يكون علماني؟ يعني اصلا عم بقول لك ما في غير الاسلام بيعطي حق الاقليات، غير الاسلام في الكرة الارضية اللي بيعطي الحق للاقليات. ونحن ما قربنا على الاقليات، بالعكس استقبلناهن وانت عفيت عن الشبيحة. ورسالتنا للشبيحة